السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنستقبل دورة فراخ جديدة بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده انا لسه منزلة الكتاكيت، اللهم بارك. دورة رمضان، الدورة دي انا لسه دابحة، فكنت جايبة بدري شوية، فدورة رمضان دي هتيجي معايا على اول 10 ايام. يعني لو هتبع على 32 يوم، آه يعني هنبقى قبل رمضان يعني. لكن حاليا مثلا هتبعها على 10 رمضان، دورة تخلص على 10 رمضان كده يعني. زي ما انتوا شايفين حيوية الكتكوت اهو في المكان، بعد عن اللمبة، الحرارة مظبوطة. الكتاكيت نايمة ما شاء الله، اللي نايم اللي بيجري واللي نايم، الكتكوت نايم وفارد رقبته اهو. الكتاكيت جعانة عايزة تاكل. هنحط بقى أكل ومية ونشوف احنا هنستقبلهم ازاي مع بعض، وخطوة بخطوة، وربنا يجعلها دورة خير يا رب علينا وعليكم جميعا. على العلف اهو، استقبلنا على العلف. انا حطيت سمسم اهو على العلف، يا رب يكون واضح. هقلبه، حط معلقه سمسم ولا معلقتين على الكيلو. طبعا انتي ما عندكيش سمسم، عندك كركم تمام، ما عندكيش كركم عندك حبة البركة تمام، ما عندكيش لا ده ولا ده، عندك حتة جبنة قريش او معلقة زبادي تمام، عندك بيضة مسلوقة تمامين، 100 فل وعشرة. انا دايما بحب احط البدايل واللي موجود عندي، ما بكلفش نفسي. يعني انا ما بنزلش اشتري حاجة مخصوص للفراخ. ماشي، ادي كده ايه، حطينا دي ودي بقى طبعا يعني دي مش هحط لها الغطا بتاعها لان احنا في فترة الاستقبال. ودي كمان ودي كمان يعني علافة. ماشي، شلت اللي فوق، ودي علافة طويلة وشلت اللي فوق، وهحط عشان الفرخ يعرف ياكل ويتعود ياكل في الاول. دي بقى الناس اللي بتستخدم العلافة دي محتاجة سندة. اللهم بارك. الكتاكيت زي ما انتوا شايفين اهو اتلمت. دي بقى انا حطاها اهي هنا. بس الناس اللي بتستخدم العلافة دي محتاجة سندة يا جماعة، محتاجة سندة. تسنديها بقلب طوب، تسنديها بأي حاجة، بحيث انها الفراخ ما تكبهاش او تبهدلك الدنيا كل شوية بالعلف، لان العلافة دي بتقلق. لما بيكبروا شوية بحط في قلبها كام حتة طوبة واحط العلف ايه عليها. ماشي، الكتاكيت اللهم بارك اهم، يعني درجة الحرارة مظبوطة والدنيا تمام. فالكتاكيت زي ما انتوا شايفين كده اهو، زي ما انتوا ايه شايفين، اللهم بارك، بتجري اهي على الاكل. ماشي، شوية ويعرفوا بقى التانية، بدل ما هم بياكلوا وبيتجمعوا كده. هي هنجيب بقى المية، نشوف هنستقبل بقى نحط ايه في المية معانا. على المية بقى معانا كيس محلول جفاف، الكيس ده على الرتل. ماشي، انا هحط كله الكيس اهو. انتي عندك العدد اقل، هتحطي اقل من نص الكيس، تقسمي الكيس على مرتين. ده من الصيدلية البشري يا جماعة، عادي خالص. نقلبه. ماشي، ونقلب. هنقول بقى لازما السقاية دي تتحط على ايه. طبعا السقاية دي مش هتتحط على الأرض، عايزة طوبة أو عايزة حاجة علشان العلف، علشان القش ده أو الفرشة اللي انتي فرشاها ما تبوظش الدنيا وتبوظ لك يعني الفرشة هتدخل في المية ويعملوا فضلات فيها، وممكن تتسد وتغرق لك الفرشة كمان. فلازم هنطقيها على حاجة بسيطة. انا بحط البلاطة المزايكو دي، البلاطة اللي هي المزايكو مش البلاطة الرفيعة. عندك البلاطة التانية هتحط بلاطتين فوق بعض وتقلبيها على ظهرها. ماشي، ما شاء الله اللهم بارك، راحوا على الاكل هم على طول. فربنا يستر كده. آه عندنا فرخ هنا كنت حاسه ان هو بيفتح بقه. هنشوفه الدنيا. هروح اجيب لهم من البيطري بان فلور، مش عارفه بقى واخد برد ولا هي بدايه برد ولا ايه، بس احنا
هنروح نجيب اهو الفرخ اللي بيفتح بقه ده، هنجيب بانفلور من الصيدلية، المضاد حيوي بشري، مضاد حيوي تنفسي ومعوي للفراخ دي، عشان نحافظ على الاسهالات ونحافظ على البرد، لان الجو زي ما احنا عارفين. وطلع من كرتونة وحط في كرتونة كده، الدنيا يعني مش حاساها ظابطة. شايفين الفرخة؟ انا ربنا يستر يعني. هو عايزين نلحق الدنيا يعني، لو في اي حاجة نحاول نعالجها. الفرخ معانا اهو زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك. وتجمعوا كلك على المية والاكل اهو، وربنا انتوا يا جماعة نايمين في العلافات دي ليه؟ ما شاء الله الفراخ نايمة، شايفين اصلا فردة نفسها ازاي، بعدين عن مكان اللمبة، المحتوى اللي تحت اللمبة اهو مفيش ولا كتكوت. الفراخ نايمة واحد جنب واحد اهو، اهمت وفردين رقبتهم، يعني درجة الحرارة كده نعرف ان هي تمام. اللي عنده اي اسئلة وعايز نعمل له اي فيديوهات يكتب لي في الكومنتات، ويا رب اكون قدرت افيدكم. وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.